أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتعاون وقوات حرس الحدود التابعة للشرطة في وقت مبكر من اليوم الأربعاء تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية. ووفق بيان صادر عن جيش الاحتلال، فإن العملية بدأت الليلة الماضية تهدف إلى إحباط ما وصفه بالإرهاب في مناطق شمال الضفة. وقالت الصحيفة إن العملية يتوقع أن تستمر عدة أيام، وتشمل 5 قرى فلسطينية، حيث ستنفذ خلالها حملات تفتيش واعتقالات اعتمادا على معلومات استخباراتية. من جانبها، أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن العملية العسكرية عدوان ممنهج يأتي في إطار خطط تهجير سكان الضفة الغربية وإفراغها، مشيرة إلى أن هذا العدوان يتزامن مع محاولات إقرار قوانين ضم تتيح للمستوطنين الاستيلاء على الأراضي في الضفة. كما اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن إطلاق العملية العسكرية يفضح حجم الإجرام الذي يستهدف السيطرة الكاملة على الضفة الغربية، مؤكدة أن هذه العملية تشكل جزءا من مخططات الضم والتهجير التي تهدف إلى تمزيق جغرافيا الضفة وتقويض وجودها الفلسطيني.